اعمل الشاي. ايه يا اخي كل شويه شاي شاي شاي؟ هو انت مدمن شاي؟ هو انت ايه غفير؟ ايه كميه الشاي اللي انت بتشربها دي؟ ناس كتيرة قوي بتحب الشاي، بس قليل قوي اللي يعرف ان الصين هي اول من يكتشف الشاي، وده اللي بتقوله الاسطورة. لما اكتشف الامبراطور الصيني شين وانج الشاي بالصدفة لما وقعت ورقة من الشجر في مية مغلية كان بيشربها احد الجنود. في الاول الصين كانت بتستخدمه كمشروب طبي لعلاج من الامراض قبل ما يتحول لمشروب عشبي، وبعد كده بقى جزء اساسي جدا من الثقافة الصينية، وكمان بقى يتقدم للضيوف في كل مرة اي ضيف يجي يتقدم لهم شاي، والحفلات والعزومات والافراح ومش عارفة ايه. وبعد كده اتنقلت الثقافة ديت لآسيا أول ما وصلت اليابان في القرن التاسع، ولكن اليابان حطوا التاتش بتاعهم وبقوا يطوروا الشاي ويخلطوه بالماتشا. وبعد كده وصل الشاي لأوروبا في منتصف القرن ال17، وكان مشهور قوي 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 بين الطبقة العالية اللي بيشربوه في الأفراح والحفلات، وخصوصا كمان فرح الملك تشارلي تاني والملكة كاترين. أما بقى في القرن ال19 لما أصبح الشاي موجود في معظم البيوت في بريطانيا وفي القهاوي وفي كل حتة، بدأت الهند وسريلانكا إن هم يزرعوا الشاي اكتر عشان يقدروا يغطوا الطلبات الكتير اللي حصلت من اوروبا. وبعد وصول الشاي للعالم العربي وخصوصا في مصر وقت الاحتلال البريطاني في القرن ال19 علشان يصبح هو المشروب الاول الاكثر شعبية في مصر، وتليها بعد كده السعودية اللي انتشر جدا في اوائل القرن العشرين، واللي ساهم في انتشاره في وقتها التجارة وعادات الضيافة في المجالس. طب تحب اقول لكم في كام نوع شاي؟ في شاي بالاعشاب، شاي الماتشا، شاي اسود، شاي بيور، شاي اصفر، شاي ابيض، شاي اخضر، شاي صيني، شاي اخضر صيني، شاي النعناع، شاي البابونينج، شاي الماتشا الياباني، شاي المرمرية. الناس كمان بعد كده بقت تعمل حفلات للشاي، حفلة شاي، وده طبعا كانت بدايتها في الصين عام 815 ميلادي، وظهرت كمان في بوسطن في احتجاج رسمي سياسي على الضرائب في بريطانيا سنة 1773. الناس زمان كانوا في مصر بالذات كمان كانوا بيعملوا حفلات الشاي دي مخصوص، يعني تلاقيهم قاعدين مثلا اصحاب مع بعض يقولوا احنا بكره هنعمل حفلة شاي، واحدة تتصل بصاحبها في التليفون تقول لها الو ايوه ازيك عامله ايه يا حبيبتي انا عامله بكره حفله شاي لازم تيجي. الناس تاخد بعضيها وتنزل على القهاوي يقول لك يلا تعالى ننزل نشرب شاي. الاب والام بعد الاكل يقولوا يلا نعمل دور شاي. الناس في الشغل بعد ما تفطر او قبل ما تفطر اول ما يروحوا خصوصا الموظفين يلا نشرب شاي. فبالتالي هو المشروب الاول والرسمي والرئيسي في مصر. وبالمناسبه ديت احب اقول ان احلى طعم كوبايه شاي انا شربتها في حياتي هي كانت من ايد جدي الله يرحمه، كان بيعمل لي احلى كوبايه شاي. الله يرحمك يا جدي. دلوقتي بقى عندي ما شاء الله كان ليا 2 زمايلي هو فاطمه محمد ومدام زينب، هم كانوا في الشغل الصراحه بيعملوا لي احلى كوبايه شاي ممكن تظبط دماغي. الشاي كمان مش مجرد شاي، الشاي كمان ليه علامات تجاريه كتير جدا زي ليبتون، العروسه، الربيع، احمد تي، رويال، الكابوس، دلمة، امتنان، شانا، ايزيس، حاجات كتير قوي. كمان احمد تي ودلمة انا بحب قوي ليهم الاطعمه، يعني مثلا عاملين اطعمه كتير جدا بقى بالشاي، شاي بالخوخ، شاي بالاناناس، شاي بالتفاح، شاي بالقرفه، شاي بالفواكه، شاي بالمش عارفه ايه ايه كل ده. بس طعمهم احلى واحد الصراحه جربته الخوخ. في شاي الكابوس ده شاي ساده حلو قوي، بس طبعا دلوقتي ما مش عارفه فيه ايه، يعني اسعاره جزافيه الصراحه. على فكره هتبقى حلوه قوي لو نزلوا شاي على بطاقه التومين على العيش، والله العظيم هيبقى تحفه. وانتوا بقى قولوا لي بتشربوا شاي نوعه ايه وبتحبوه ايه بالظبط، ومين احسن حد بتشربوا من ايديه كوبايه شاي، واعملوا له منشن. معاكم فاطمه عادل، بودكاست تغسيل افكار. سلام. شاي صباح الخير يا مدام هناء. صباح الخير يا فندم. خد يا ابني تعالى ايه؟ انت بتبيع شاي في قطر، انت في بنك محترم. لا اسمع ما اقول لك، مفيش حد يتدخل في شغلي، انا مش لاقي شغل صحيح بس عندي كرامه.